عليكم واهلا بكم ابناء الطلبه والطالبات، ومعاكم مستر ياسر السمان. واحنا النهارده عندنا قاعده جديده من قواعد كورس الترجمه بتاعنا اللي انتوا عارفينه خالص. احنا عندنا قاعده التامين النهارده اللي هي بتقول ان لام التعليل تترجم في اللغه الانجليزيه لكذا معنى. لام التعليل اللي هي ايه بقى؟ اللي هي بتكون مثلا لكي، اللي هي بتكون بتاعت لكي، ليفعل، ليشرب، اللي هي اللام دي اللي احنا عارفينها، اللي بيجيب بعدها الفعل بيكون ايه؟ مجرور في اللغه العربيه. لكن في اللغه الانجليزيه احنا عايزين نعرف معناها ايه. قال لك معناها اسمها in order to، اسمها so as to، اسمها to، وليها اسامي تاني غير كده على فكرة. تمام؟ يبقى انت لازم تترجمها لمعناها في اللغة الانجليزية الصحيحة، ما تعديهاش كده وخلاص عليك تبقى القطعة بتاعتك او الجملة بتاعتك مترجمة كويس. او يستطيع كل منا ان يساهم في تقدم ورفعة بلادنا لنفتخر. اهي اللام هي بتاعت التعليل. طب احنا كل واحد فينا هيساهم ليه في تقدم ورفعة بلاده؟ ايه التعليل؟ ايه السبب؟ لنفتخر به دائما، عشان نفخر بيه دايما. طيب تمام، لنفتخر. تعال نشوف كلها. each one of us، كل منا. هي معلم دي معناها كل منا دي. كان شير، ممكن يشارك. in progress، في التقدم. and excellence، والرفعة. excellence رفعة. of our country. to، اهي to يا معلم. وكان ممكن تشيل التو دي وتحط لي مكانها مين؟ in order to او so as to. to be always proud of them، كي نكون دائما فخورين بهم. to be always proud of them، كي نكون دائما فخورين بهم. اهي دي بقى اللي هي لام التعليل، اللي هي بتاعت لنفتخر، اللي هي حطينا مكانها to. كان ممكن نحطها مكانها مين؟ in order to و so as to و to، وليها اكتر من معنى هتكتشفهم اثناء الدراسة كويس. لكن تكون عامل حسابك دايما انك انت ما ينفعش تعديها كده وخلاص. لازم to كذا، كي نفعل كذا. شكرا لكم، وكان معكم مستر ياسر السمان.